كده. انا عايز اجيب حامل الكاميرا دي، اللي حامل صغير كده. دي 60 واط. الغدا دي قد ايه بقى؟ نعم؟ الغدا دي كبيرة اوي. دي 60 واط. 60؟ وده شحن موبايل. ده شاحن موبايل ده؟ شوف كم معلم كده كشاف. في كشاف برضو. شايف اطفي التاني عشان تشتغل كده بقى. كده كشاف. الشحن ده تقريبا تكلفته ده تكلفته حوالي 10 جنيه. اشتغل معاك ده يشحن لي البطارية حوالي 3 مرات ويشحن من كهرباء. بعد ما يفضى يشحن من الكهرباء. ده بيطلع اوكي بس ولا لا، بيطلع لك كل حاجة. في حاجتين يعني، في الإبرة وفي الشحن اللي هو الكبير التخين. ممكن ان انا ازود لو في شحن مختلفة يعني زي المشط او كده. ممكن ان انا ازود ليه الكابلات. ده تكلفته معلش تاني تكلفته 10 جنيه. 10 جنيه. ما يقلش ده في اكتر من ميزة برضه. واحنا هو انتوا بتشغلوا على ايه؟ حسبناها مع بعض. هو في بطاريتين 9 فولت. زائد هو فيها جهاز بياخد من 220 يخفض يديني قوة بحيث ان هو يشحن البطاريات ال 9 فولت. تمام. غير كده برضه في الجهاز ده بيكلم برضه السلك بالدايرة بتاعت الشحن دي بتكلم. يعني هو التكلفة بتاعته لو حسبناهم مع بعض بطاريتين مثلا ب5 جنيه. ده ممكن على فكرة اللي يشتغل معاك ده حاجة محمولة كده صغيرة معاك، ان انت تروح في العربية بتاعتك، تروح في اي عربية في اي مواصلات، ده اوكي معاك في الشنطة، هتطلعه تشحن الموبايل بتاعك. طب انا عملت برضو حاجة تانية بس بحجارة الساعة. عملت شاحن بحجارة الساعة. يبقى معايا بس ده تكلفته عالية شوية. مثلا تكلفة قليلة. الحجر الساعة ده مثلا الواحد ب 3 جنيه، هيعوز 7 حاجات ساعة عشان يشحن له بطارية. بس نفس الوقت اللي هو مكان صغير ممكن يبقى زي ميدالية، علقه في جيبي زي ميدالية. لو في حالات الطوارئ مثلا لو الجهاز او موبايلي خلص مني شحن. لا خلينا في ده، لان الحجارة بتاعت الساعة كمان ان انت بتخلص وهتبقى غالية. كل مرة. السؤال بقى دلوقتي في التكلفة، عامل حساب العلبة اللي انت واخدها ديت؟ ما هو العلبة دي تكلفتها مش عالية للدرجة دي، ده هي علبة قديمة يعني تكلفتها. احنا بنتكلم بقى دلوقتي، احنا عايزين نعمل مش هدور على علب ممكن نغير الشكل، يعني ممكن نعمله في أي شكل تاني يكون رخيص. ممكن نعمل علبة فايبر. ممكن أو بلاستيك أو علبة بلاستيك. ممكن يعني هو اللي جوه المكونات بتاعته قد إيه؟ معلش يعني حجمها. يعني البطارية حوالي حجمها حوالي 7 سم. لا هي البطارية المربعة ديت 4 سم. المربعة دي زي القلم بس مربعة. أيوة. زي صباعين كده. 9 فولت. ايوه. بس 9 فولت ديت على فكرة مش البطاريات اللي بتبقى في السي دي، واحدة ثانية مختلفة، لأن بتاعت بتبقى 3 فولت، دي 9 فولت.
بطاريتين 9 فولت وزائد الجهاز اللي هو بيشغله يخليه يشحن من الكهرباء. البطارية 9 فولت ديت، وزائد ان في كشاف جوه. الكشاف ده ليد مش كده؟ نعم. اللمبه اللي هي الليد. بس هو ده الجهاز، وليه الجهاز التاني بس تكلفته عالية برضه، يعني ده أحسن من التاني كتير. مش عارف ده ممكن يعني هو ده اللي ممكن شوية. ده لو اتقفل هيبقى زي الفل. هيتقفل كده. نعمل له علبة فايبر أو أكريليك. بس هو مشكلته إنه مش هيبقى أرخص من اللي بره، هيبقى أغلى من اللي بره. بس ده حلاوته إن هو حالك تحط في عربيتك، تحط في أي حتة، مش محتاج كهرباء. الواحدة سوري لو في واحدة ست هتحطه في شنطتها، شاب هيحطه في شنطته. ممكن احنا نعمله بشكل كتير جديد ليه يعني ينزل الانتباه. طب أنت ليه قلت 3 مولات بس؟ يعني جربته 3 مولات بس؟ نعم. أنت ليه قلت بيشحن البطارية 3 مولات بس؟ بتاعت ايه؟ بتاعت موبايل، قلت لي ده بيشحن 3 مولات بعد كده بشحنه. ليه 3 مولات بس؟ يعني جربته ولا بناء على الخارج بتاعه؟ على القوة اللي فيه. بناء على القوة، بس هو ممكن يكون أكتر من كده على فكرة. يعني ممكن يبقى 4. ده اللي تكلفته ده خليك انت. خليك معاك. احنا قلنا عليه تكلفة يعني ممكن يبقى 4 لكن انت ما حسبتهاش بالظبط. بس احنا هو محمد يعني انا عشان قعدت معاه شوية والجهاز اللي جواه بس بالظبط بتاع أو محمد التكلفة بتاع ده يعني احنا ممكن نحسبوها مع بعض. مثلا البطارية 100 جنيه، بطارية 100 ماشي، والجهاز اللي هو تكلفته الجهاز اللي هو بياخد من 12 يديني 220 فولت، هنقول تكلفته اللي هو 300 واط عامل كام؟ دول 210 210 مثلا، يبقى كده التكلفة كام؟ 310. الشكل بتاعه قول 50 جنيه كمان، يبقى كده 300. قول 350. 350. ادي ده الجهاز الصغير. ده اللي هيشغل ايه بقى ده هيشغل اللمبه ديت، ممكن يشغل اي جهاز تاني ويشغل التلفزيون والريسيفر. قد ايه؟ وحسبتهم ازاي؟ يعني مين حسبتهم ازاي؟ وهياخد كهرباء قد ايه؟ بس هو لا لو على ارض الواقع ما بيسحبش كهرباء. لو على ارض الواقع لان البطاريه بتاخد 12 كده خلاص، كده ثمنه 300 و 350 جنيه زي ما قلنا. بس المشكله هكلمكم صح، المشكله اللي فيه الجهاز الشحن بتاعه. انا عملت المستحيل عشان اعمل جهاز شحن جديد، ما عرفتش اعمل الجهاز اللي بيشحن البطاريه. فعملت ايه؟ جبت اول حاجه لمبه موفره. قلت اللمبه الموفره بما ان اللمبه الموفره بتاخد من 220 بتديني تخفيض في الطاقه، فحبيت فوصلت السكين في اللمبه الموفره بالبطاريه، لقيته ما عملش معايا اي حاجه. ماشي، جبت واحد تاني برضه ما عملش اي حاجه، جبت واحد تالت اكبر شويه ما عملش برضه اي حاجه، ما اثرش فيه. فبدات اعمل حاجه، فالبطاريه فضلت عندي خالص من كتر الشغل عليه، فجبت الجهاز بتاع الجهاز الصيني ده، الكشاف الصيني. الكشاف الصيني ده جبته، لقيت فيه جوه جهاز اللي هو الجهاز الشريحه اللي جوه اللي بتاخد من 6 فولت بتطلع لي حوالي 10 فولت او 8 فولت. فجبت الجهاز ده فحطيته عليه، لقيته في اليوم ياخد يوم 24 ساعه يشحن لي البطاريه 5 دقايق. يعني في الشهر يقعد حوالي نص ساعه، صح؟ تقريبا تقريبا نص ساعه في الشهر. ساعتين ونص. نعم؟ 5 دقايق في 30 150 ساعتين ونص. ساعة ونص. ساعتين ونص. ساعتين ونص. طب انا مش عايز حاجه. يعني شهر، عنده شهر عشان يشحن لي ساعتين ونص. يعني ده مدة طويلة جدا. طويلة يعني. فما لقيتش بديل ليه غير الجهاز موجود في السوق. الجهاز ده بياخد من الكهرباء وبعدين بيشغل الجهاز ده بس تكلفته عالية.
500 جنيه. كده يوصل معاك 850 جنيه. تمام. بس في حاجه بقى، الجهاز الكبير هيبقى اوفر من ده. الجهاز الكبير ابو 20 كيلو ده مثلا لو قلنا قلت لي ب 1800 تقريبا. ما هو ما بيتكلم على العائد 1300 بتاعه. على احنا العائد. بص برضه احنا مع بعض نحاول ندور لك على حاجه تشحن البطاريه دي بس التكلفه اقل. تكلفه. تمام كده. انت لغايه دلوقتي وصلت ل 350 برضه، انا شايف ان 350 عادي مش كويس. يعني البطاريه ديت ب 100 جنيه لوحديها. هي بطارية ايه دي؟ موتوسيكل؟ اه 16 فولت. طب ما التونجر مش هنا، بس التونجر جاي. بس مش هتروح للتوب كل شويه بتاع موتوسيكلات بقى ولا بطاريات تشحن دي على التونجر. ما هو ده اللي انا جايبه التونجر. اه ما هو ده اللي عندي، وده غالي، ثمنه غالي. نحاول برضه مع بعض كده ونشوف. طب دلوقتي سؤال اللي هو ابو 1300 انت بتقول هيبقى اوفر في ايه؟ ابو 1300 دلوقتي ده كلفني 800 و 850 صح؟ ابو 1300 ابو 1300 ده بطاريه كبيره، هتكلفني البطاريه الكبيره، هنقول البطاريه الكبيره ب 500 جنيه او ب 450 جنيه. بطاريه جافه مش كده؟ زائد على كده هيجيبوا الجهاز الكبير هيجيبوا الجهاز الكبير اللي هو بياخد من 12 يطلع لي 220، هنجيبوه ال 500 واط بحوالي 300 جنيه. يبقى كده معايا 800 جنيه. تمام كده بقى فاضل ايه؟ فاضل الجهاز التانجر، الجهاز اللي هو بيشحن ده تكلفته 500 جنيه. يبقى كده معايا كام؟ كده 1300 جنيه. كده 1300 جنيه من 800 جنيه. لو قارنا ده بده هنلاقي ان ده بيشغل التلفزيون 3 ساعات، ده يشغل التلفزيون 6 ساعات، مع ان الفرق مش كبير. يعني انا لو جبت من ده 2 ده يكتسح الاثنين في الثمن في الكفاءة وفي الامكانيات، لان ده احسن من ده بكتير. يعني الكبير بيبقى ليه عائد احسن من التاني على المستهلك نفسه. طيب حاول برضه الفترة اللي جاية نشوف ممكن تقليل التكلفة ديت تيجي من ايه؟ شوف أعلى حاجة في التكلفة حاول تقلل. البطارية ديت مش شرط إنها تكون مثلا جديدة، ممكن تستعملها تاخدها مستعملة، بس دي هتقعد معاك قد إيه؟ ده مثلا يعني كده. تشوف برضه البديل عن التونجر دوت حاجة برضه بسيطة. ترانس شوف أنت المحولات بتاعتك. أنا حاولت برضه أجيب ترانسات، أنا حاولت كتير. اوكي دي موجوده دي عشان انت حاولت اللي موجود في السوق، هو نشوف اللي مش مستعمل قوي او نحاول نسال الناس ونشوف ممكن نوصل يعني عندك البطاريه مثلا، في ناس بتاع البطاريات دي مصنع بطاريات، عباره عن واحد بتاع بطاريات بيفتح ورشه بيعملها. جميل؟ موجوده. طب انت بتعملها ازاي وفكرتها ايه؟ طب ما انا اعملها انا معايا؟ ما انا ممكن اخلي الطاقه اللي بتطلع من بطاريه عربيه اطلعها بنفسها في بطاريه صغيره. عرفت تعمل ازاي؟ وقفت مره مع محمد اللي احنا نعمل بطاريه بالفحم. الفكره نجحت معانا، بس محمد الكلام دي كان من 3 اشهر غلس عليا، ما رضيتش اكمل انا معاه. خدت بالك انت؟ غلس عليا يعني ايه؟ مش عايز يصبر، مش عايز يسمع الكلام، مش اهم حاجه كده. رحت انا قلت له طب روح كمل مع نفسك واستعينوا على قضاء حوائجكم بس بالصبر. انا متاكد الفكره نجحت. بالصبر. حاول تاني طبعا. خدت بالك لان الفكره لما رحت جبنا الجهاز اللي هو المؤشر ده، المؤشر اشتغل معايا، الفكره شغاله، بس بدل ما كانت هتشغل مثلا لمبه موفره زي ديت، المفروض كنا لمبات جربنا على لمبات صغيره زي دي. هي الليدات دي لمبه واحده او مثلا يعني بتطلع حوالي فولت ونص، يعني مش مشكله، بس كفكره اللي يمشي مع رندا بدات يمشي مع 100 بدات تنبت. خدت بالك؟ اشوف ايه اللي ناقصه تعمل. طالما نبتت بس نجيب جلسه يعني على ابوك. طب ما احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه بدل ما احنا شغالين عمياني كده. احنا لسه دلوقتي في عصر الحجري، دلوقتي احنا لسه في عصر الحجري. في ناس عملوها في العصر الحديث،
ما نسال عن نشوف هم بيعملوا الكهرباء، بيعملوا البطاريات دي ازاي. مش هيديلك سمعته. ما هو دي المشكله اللي احنا فينا، ان مفيش حد بيدي لحد تاني وبعدين الصنعه بتاعته، هو عامل الخبرات اللي عنده بالذات. اللي هقول احنا لك على بنتكلم حاجة. فيه دي كانت انت بطاريه عندك جافه. صديق في البيت بطاريه كبير. جافه مش بتعمل بطاريه زي ميه السجاير. نار. ومن الفحم وبتاع، حتى لما تقعد آه. تتكلم النت بحر، شايف البحر ده؟ بتعرف ممكن واحد يصطاد منه سمكه، ممكن واحد يصطاد منه كنز، ممكن واحد يغرق فيه. عندك النت تستفيد بيه. لا ما بستفادش. بس النت بقى تلعب لي كونكر، وتلعب المزرعه السعيده، لا، لا. الموتوسيكل ده رود راش جات على فكره. ولا جاتا. لا تخصصي جات. احرجه بقى يستفيد. بره، يعني أيوة. ايه، عارف لك اخبار جميع الممثلين. وحاطط لي على استنى بس، كوره. على البروفايل بتاعه العمر مالكش دعوه. ايه مالكش دعوه دي؟ طب انا عايز اعرف بياناتك يا ابني. عندك كام سنه؟ مالكش دعوه. بيتكسب بيتكسب السن دلوقتي. بيانات. يعني استفيد بيه يعني. شوية اعمل بحث روشنة. على النت في مخترع في اسمه سؤال دايما بسأله، هو طبعا تكمل كلام هاني، بس بيقول لك ان انت لازم تبحث، ما تقفش واعرف واقرا وادخل هنا وادخل هنا وادخل هنا. اخر حاجه في الكلام بتاعنا لما استفدت من القعده دي كتير جدا. هتعمل ايه؟ ده بالذات ادتني ثقه اكتر يعني. احلى كلمه سمعتها. اوكي؟ التليفون الولد معايا، هسأله بعد اسبوع وانت عامل حاجه. اتغيرت؟ هات تليفون 010 يعني، عايز اعرف اكلمك. ماشي ان شاء الله هجيب خط. في تغيير هات حصل مع في الفترة. حياتك ولا حول ده لازم 010. يبقى في تغيير حصل؟ قدم طلب في الشركه بنفس الرقم ده يبقى 010. ماشي ان شاء الله. في دفعه جديده ماشي يلا. انا مشكلتي كلها انا تليفوني شغال فودافون عادي. اي رقم تاني بيديني 60 دقيقه في لكن الشهر، لو مفيش لو اكتر من احنا كده. القعدة ساعه ديت طول الشهر مفيش رد فعل بخلصهم اول اسبوع، يا ده فشل. بعد طول الشهر مش عارف اكلم حد. لا لما انا رن عليك افتح عليا، لان وانت كمان الكلام معايا على فكرة بتقعد معانا ببلاش. كمان اكتر، انا ما بحبش لا برضه عشان انت تجيب 12 نزل 10. المجموعه بتاعتي بنقعد كده هي هي. حوالين بعضينا. مش دي المشكله يعني، عشان اعرف اكلمك يعني انا كذا مره. بكتسب خبره منهم. انا وانا بكلمك وانت مش رصيدي في الاسبوع ده خلص. رحت لك مع الخط التاني، وانت الخط ده شافه بتتكلم ايه للطوارئ بس. بتكتسب خبره منهم. يعني هتلاقي انا حتى كلمتك على ايه؟ مش عيب. رقم ايوه تاني معاك 11 خبره ده والعلم معايا للطوارئ. ملوش انا حدود. حتى مش حافظه، خدوا من اي بس حد يعني حتى لو من اي مش شخص حافظه شايف. بس سايبه طوارئ. ماشي انا كنت زمان لا بعمل بكلمك مسابقات. تواصل معاك. ماشي. بدخل مسابقات الاول، بعد كده بعمل مسابقات ثقافيه. كنت بجيب الاسئله بتاعتي والاجوبه من مجله ميكي. ميك يعني كتير. دي اقل حاجه. ومجلة سمير كان زمان يعني كده. انا بجيب من هنا وبجيب من كتب هنا وهنا. لا تستهون باي شيء. واثق من ودايما نفسك. تقرا اقرا خبره. يعني كل كلمه تقراها انا راح بتفرق اشتري معاك. حاجه من عندنا من البلد، فبسأل واحد انا مش عارف المكان، نعتبر ان لفظ يعني